مشاهدينا، استغلوا الثورة الشعبية العظيمة لفتح كل ملفات الفساد. في العلاج على نفقة الدولة هو أحد أسباب نزول الناس إلى ميدان التحرير. لماذا؟ هتلاحظوا في السنة الأخيرة كان في نوع من الاستبداد ضد البسطاء والغلابة. أنا كنت أخد الناس الغلابة، أي حد يعني من في يدهم الأمر، سواء أعضاء مجلس الشعب أو الصحفيين. احنا قبل كده بيجي أي حد غلبان يقول أنا عاوز أتعالج على نفقة الدولة، عايز أعمل عملية، عايز أغسل كلى، عايز أعمل عملية قلب، فكنا بنعمل له علاج على نفقة الدولة واخده لوزارة الصحة ونطلع له القرار. منذ سنة أصبح هذا الباب مغلقا تماما. فأنا قلت للسيد عمر سليمان، أنا شفت في ميدان التحرير اللي كان بيغسل كلى لابنه فمات، فجاي ينتقم من السلطة التي قتلت ابنه، اللي كان بيعالج زوجته فماتت، اللي كان عنده طفلة أو طفل يعني عجز عن علاجهما بسبب منع العلاج على نفقة الدولة. وقلت له إنه اللي منع العلاج على نفقة الدولة سفاح وقاتل، يجب أن يحاسب لأنه قتل العديد من الغلابة والبسطاء. نوحظ إنه الحقيقة احنا قلنا ده وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي. نعم. احنا عاوزين نقدم كل المستندات المتعلقة بالمسؤولين. نوحظ أنه تم استثناؤه من ما سمي إحالة معظم رجال الأعمال الوزراء نعم. إلى المحاكمة أو نعم. مش المحاكمة، تم منعهم من السفر، لكن المنع من السفر مع تجميد الأموال والممتلكات يكون دائما مقدمة للمحاكمة. نعم. الوزير حاتم الجبلي تحديدا، وانت كان لك صولات وجولات في مجلس الشعب، نعم. في ملفات عديدة نعم. تتعلق باختلاط المال العام بالخاص. مش ممكن اجيب وزير صحة لسه بيشتغل في الصحة وفي نعم. المستشفيات خلط المال العام بالخاص وكان الفساد واضحا، وانا نعم. بقول الفساد واضحا ولا نخشى شيئا. قل لنا بعض هذه الحقائق المخيفة يعني. فوجئنا بالسيد الوزير الصحة، للأسف الشديد كان ماشي في خطين في وقت واحد بشكل غريب يعني ما هو ده الفكر الجديد اللي كان بيقوده السيد جمال مبارك والسيد أحمد عز. الغي العلاج المجاني. نعم. الغي كل ما هو مجاني، موت الغلابة والبسطاء. نعم. وطلع قرارات، القرار رقم 1 لسنة 2009 بفرض قيود على العلاج ترتب عليه توقف طيب. علاج الفقراء. أنا عايز بقى أقدم مستندات. نعم. أقول هذه المستندات كفيلة بمحاكمة وزير الصحة. في الوقت اللي هو أغلق باب العلاج على نفقة الدولة للفقراء، أنا بقدم لحضرتك القرارات اللي كانت طالعة لعلاج السيد وزير المالية، وهو رجل أعتقد ليس من الفقراء والمساكين. ده نموذج للقرارات. حوالي 9 قرارات كان بيعالج عينه في أمريكا بحوالي 1,200,000. هذه القرارات طيب. طبعا أنا تحصلت عليها. طيب. نعم. أستاذ محمد العمدة. نعم. عايز أقدم مستندات غدا إلى النائب العام تتعلق بفساد وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي الذي تم استثناؤه من المحاكمة، مع أنه تم تقديم كل رجال الأعمال نعم. الوزراء إلى المحاكمة. اتفضل. نعم. لا، عايز أدخل في المستند وقائع على طول. المستندات على طول. أنت قلت لي الدكتور يوسف بطرس غالي، عايزين هذه مجموعة مستندات علاج الدكتور يوسف بطرس غالي في أمريكا. هيقول لك من حقه. وحد حضرتك يعني صيغة القرار، يعني بيقول لك قرار رئيس الوزراء رقم كذا بالموافقة على علاج وزير المالية السيد يوسف بطرس غالي بمستشفى جونز هوبكنز بأمريكا بمبلغ $10,000 أمريكي بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى القاهرة، وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء لسيادته وللمرافق عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج. ده نموذج من القرارات. يعني شوف بقى المبالغ: سفر طيران درجة أولى هو والمرافق والإقامة وبدل سفر هو كان المرافق السيدة زوجته يعني. ومصاريف العلاج طبعا. إجمالي القرارات دي حوالي اللي أنا تحصلت عليها 1,200,000. الجهاز المركزي بعد كده كشف إنه لا، المبالغ أكثر من هذا بكثير، يعني أكثر من. ودي كانت لعلاج عينه. طب هذا العلاج أليس موجودا في مصر؟ ما هذا سؤال، ان معظم الوزراء يعني بيتعالجوا في الخارج. مش عارف ايه اللغز في كده. مع انه في اطفال عاوزين نطلع ما لهمش علاج بقى الا في الخارج. يعني ما لهمش علاج الا
في مستشفيات في المانيا ولا يجد الفرصه ولا يجد الفرصه، مش عاوزين يعالجوهم. وبعدين في حاجه يعني هنا اساسا الوزير غير مستفيد من هذا البند اللي هو بند علاج المواطنين على نفقه الدوله، لان انا عندي العلاج قسمين، في الفقراء اللي هو ده ملهوش مصدر دخل ولا عمل ولا بتاع ومش عارف يتعالج، ده ليه بند علاج المواطنين على نفقه الدوله، وفي بند العلاج اللي هو بنظام التامين الصحي. يعني الموظف العام ليه تأمين صحي، الوزير ليه تأمين صحي. أنا مش عاوز أصرف، أنا عايز أقول مستندات لا عشان نوضح جزئية هامة إن الوزير غير مستفيد، يعني بياخد حاجة مش بتاعته وبالتالي يعني لا يجب أن يعالج على ما يعالجش على بند العلاج. لا مش في الخارج، ما يعالجش على البند ده، بند علاج المواطنين على نفقة الدولة، ده خاص بالفقراء. هو ليه نظام تأمين صحي وبيؤمن عليهم لدى شركة الشرق للتأمين، أي علاج بيعوزوه الشركة بتدفعه. يعني بياخد من فلوس الغلابة، بياخد من فلوس الغلابة بيديها للأغنياء والوزراء في الوقت اللي هو بيحط ضوابط عشان يكفل على الفقراء. يعني احنا دلوقتي لا نستطيع ان احنا نخرج قرار علاج لأي مواطن فقير، ده باب اتقفل نهائي، بخلاف انه لا النهارده في اللقاء مع السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يعني قلت له في سؤالي، كل واحد كان بيسأل انه منع العلاج على نفقة الدولة كان احد الاسباب الرئيسية للجوء الناس الى ميدان التحرير، هو واحد من الاسباب، يعني في اسباب عديدة، لانك انت اللي عاوز يتعالج زي ما قلت مش عاوز يدخل سينما ولا يتفسح، ده يتألم يوميا وعاوز يتعالج، تغلق هذا الباب ولاقي الوزراء والمسؤولين بيسافروا عشان يعالج عينه في الخارج. مجموعة أخرى دي بتاعت حرم وزير الصحة نفسه. يعني وزير الصحة ده راجل من المليارديرات يعني في مصر، وثروته مكتوبة هو كاتبها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، ممتلكاته إذا كان مستشفى دار الفؤاد ولا الفندق اللي في 6 أكتوبر ولا معامل البرج ولا الكايروسكان، الكلام ده كله على الموقع. وبيأسس فرع جديد لمستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر برأس مال 165 مليون جنيه. رغم ان هو يعني مدرج في الناس بقى الاثرياء خالص، الا انه برضه مجموعه قرارات لعلاج حرمه على نفقه الدوله في الخارج، وادي برضه دي ممكن ان احنا نقدمها في حدود 2 مليون جنيه اجمالي اللي انا تحصلت عليهم. 2 مليون جنيه في حدود 2 مليون علاج. طيب حرم وزير الصحه. حرم وزير الصحه تم علاج، كانت بتعاني من ايه يعني اذا كان ممكنا ان وافق على سفر السيده فلانه الصادر في شان القرارات كذا الى الولايات المتحده لاستكمال علاجها بمركز سلون كيترينج بنيويورك لمدة 2 شهر، ومعها مرافق بنفقات علاج قدرها $50,000 أمريكي، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج المستشفى. يعني 2 مليون جنيه إجمالي ما تحصلنا عليه. كان لازم الناس تذهب إلى ميدان التحرير. لا أنا عايز يكمل دي أستاذ ممدوح عباس، لأنك أنت في قضية علاج زوجة وزير الصحة. ما أنا هخليك تكمل. الوزير نفسه بقى دي ملحوظة خطيرة. الوزير نفسه طالع بقرار علاج بقيمة $10,000 على ايه؟ على مستشفى اسمها كليفلاند كلينيك في امريكا. هذه المستشفى هي اللي بتشاركه في مستشفى دار الفؤاد. يعني هو طالع يعمل بيزنس في المستشفى بتاعت امريكا، بس قال لك بدل ما اطلع على حسابي اطلع بقرار ايه؟ علاج على نفقة الدولة. ودي مجموعة اخرى بتاعت احد المتوفين الى رحمة الله من اعضاء مجلس الشعب البارزين، برضه في حدود برضه تزيد عن 2 مليون. طيب السيد كمال الشاذلي رحمة الله عليه يعني هو مات الآن وهو يعني بس أستاذ ممدوح عباس، خلينا نكمل العلاج وبعد كده ندخل في الملفات الثانية. كمان علاج وزير الصحة وزوجته على نفقة الدولة من أهم ملفات الفساد، لأنها بتكشف خلط مال عام بخاص، نهب للمال العام، زي ما بيقول الأستاذ محمد إن في صفقات بيزنس تعقد في إطار هذه العمليات. اتفضل. أنا بس عايز أرجع تاني للفلاش باك شوية. علاقة الدكتور حاتم الجبلي بالدكتور أحمد نظيف، إيه العلاقة اللي تمت بينهم قبل أن يكون الدكتور حاتم الجبلي وزير؟ مرات الدكتور أحمد نظيف اللي هي منى السيد عبد الفتاح، دي كانت بتعالج عندها كانسر في الثدي. الله يرحمها. الله يرحمها. كانت بتعالج في دار الفؤاد. وكان الدكتور حاتم بيسافر معاه في سفارات فرنسا، وكان بتعالج، وكان بيخلص لها قرارات في مجلس الوزراء. وكل الوزراء اللي مع الدكتور احمد نظيف كانوا بيتعاملوا ان هو وزير. فقال له انا هجيبك وزير خلفا للدكتور عوض تاج الدين. المؤامره تمت الكلام ده في شهر يونيو 2005 قبل ما يتولى ب6 اشهر. قال له بس عايزك تعمل لي مشروع التامين الصحي
ونقدمه للرئاسه رئيس الجمهوريه. وعشان التعميه بقى اللي حضرتك اتكلمت عنها للسيد عمر سليمان، التوريطات والتربيطات والتواطؤ اللي تم. طيب مع جبت التامين الصحي، انا عايز اقول للناس كمان انه يعني مشروع التامين الصحي اللي كان بيتم اعداده كانت الناس هتتعالج في المستشفيات، حتى المستشفيات الهزيله دي بفلوس، يعني الناس هتدفع فلوس، وكانوا عاملين ان اللي بيتعالج صباحا يختلف عن اللي يتعالج مساء يعني. اتفضل. فارجع تاني، هو راح لشركه اسمها شركه ماكنزي. شركه ماكنزي دي في تقييم شركات مالهاش دعوه بالمجال الصحي، وتعامل معاه وعمل المشروع. وجه طبعا الدكتور احمد نظيف رد له بقى المجامله اللي كان بيعملها مع مراته. جابوا وزير الصحه الدكتور حاتم الجبلي اول ما جه الوزاره، وجه 31. طبعا انت حصلت على هذه المعلومات من كونك مستشار لوزاره الصحه. لا ده انا معايا مستندات. هذه مش خايف يتهموك بتسريب الاسرار من خلال عملك؟ انا اولا ما كنتش موجود في ضمن بس جيت بعد كده يعني. لا انا كنت موجود من سنتين، ويمكن الاستاذ محمد عمده كان له باع جميل وصديق عزيز. احنا خدنا الملف وكنا طلعنا على الهواء قلنا الكلام ده هو على كرسي واحنا جوه المكان. طيب اتفضل. المهم اللي حصل ان هو ما جه الوزاره عايز يصرف المشروع بقى بتاع دراسه التامين الصحي بتاع شركه ماكنزي دي بكام بقى؟ ب 70,000 يورو. طبعا الحسابات وزاره الصحه ما رفض. بعد ربع ساعه بالظبط راح لاحمد باشا نظيف، جاب منه موافقه بصرف التقييم بتاع ماكنزي واداهم الشيك. وبعدين رجع. لا عايز اوضح ايه ماكنزي للناس. شركه ماكنزي دي في شركه انجليزيه بتقييم الشركات دي، كانت شغاله معاه في شركاته في دار الفؤاد، في البرج، في كايروسكان، كانت بتقيم له الجزء اللي هو الاداري في شركاته هو ومستشفياته. وابنه شغال فيها، يعني انا دلوقتي هقول ابنه كمان شغال في الشركه ديت، يعني دي ابن الدكتور حاتم الجبلي. هجيب الكلام ده كله عندي. اللي حصل طبعا هو الشركه ديت دخلها وصرف من مال الدوله اول حاجه 70,000 يورو. طبعا الحسابات ما رضوش يصرفوا له. رجع لحبيبه الدكتور احمد نظيف، وقام احمد باشا نظيف وافق من التكيه بتاعت المصريين وصرف، وجاي فرحان طبعا وجاب الموافقه وصرف الشيك واداها شركه ماكنزي. عمل ايه بقى؟ عايز اول قرار بقى الاستاذ محمد العمده بيقول 2 مليون جنيه، صرف على مراته 15 مليون جنيه. مش 2 مليون؟ لا السؤال العمده الكلام اللي طلعه واللي عامل بيه استجواب واللي انا كنت عايش معاه فيه، والورق الكشف اللي فيه 32 اسم اللي انا بعته لك في صوت الامه فاكره؟ وقلت لي ان فيه ونزلت، وانت الوحيد اللي نزلته. طيب انا لا بس ما اعرفش 15 مليون. لا مش 15 مليون. هو اول حاجه عمل ايه بقى؟ طبعا احنا كنا بنتكلم في 2 مليون. لا 2 مليون دول فكه بقى، دول فكه. يعني 15 مليون جنيه لعلاج زوجة وزير الصحه. لا ده بقى زوجته اللي هي منى بقى منى محمد حمد عيوط. السيده الفاضله منى محمد حمد عيوط. طبعا اول ما جه عايز يعمل قرار بكام بقى؟ ب 100,000 دولار. الرقم دوت 100,000 دولار. طبعا المجالس الطبيه، وكان ايام الدكتور عاطف عبيد كانوا عاملين سقف، اللي عايز يسافر بره ما ياخدش اكتر من قرار ب 12,000 دولار مساهمه مره واحده. واذا كان بيتعالج في الداخل ما ياخدش اكتر من 50,000 جنيه اللي هم بتوع وزاره الكبد والحاجات دي كلها. نعم. ده قرار كان رئيس وزراء اللي قبليه. ما ينفعش ان انا اجيب. فطبعا الدكتور محمود مراد قاسم اللي كان ماسك خبير الوطن في المجالس الطبيه رفض. انا ده معايا قرار مجلس وزراء من الدكتور عاطف عبيد انه لا يجوز اكثر من 12,000. اصرها في نفسه وبعد ما مشاه بعديها، يعني مشى هذا الرجل وراح مجلس الوزراء وقابل حبيبه احمد باشا نظيف وجاب موافقه بصرف 100,000 دولار. بعدها باسبوع كان محتاج كماله بقى. صرف كمان 50,000 دولار. وتوالد بقى. ده بقى الحدوته كلها ايه؟ ده الحدوته فضيحه. ليه؟ النهارده الاستاذ محمد العقده بيتكلم على الطيران الاجنبي، ده كان بيسافر الطيران الاجنبي، والمفروض البروتوكول الطيران المصري الا في ابعد نقطه لما يكون الطيران المصري ما يخشش اركب طيران اجنبي. يعني هم ما كانوش بيصفوا في مصر الطيران كمان بيصفوا اجنبي؟ في الاجنبي. وبعدين يعمل ايه بقى؟ ولاده محمد وعمر ونادي وهو الثلاثه بقى كانوا بيسافروا. السفريه عشان تروح امريكا 35,000 جنيه تذكره ذهابا وايابا. دي كلها نفقات على حساب صاحب المحل من دم الشعب. ده دمنا، دم شباب 25 شاب اللي هم طلع والله العظيم لو في محاكمه
محاكمة تتم في ميدان التحرير. والله العظيم تتم له في ميدان التحرير.